خطوة عزيزة، خطوة عزيزة يا جماعة. اتفضلوا اتفضلوا. أول حاجة بقى دي أوضة السفرة. أهلا بيكم بقى في أوضة الليفينج. ده المطبخ حيث يحدث كل الإثارة والأكشن. بسم الله. دي بقى شنطة جايالي من الهند. نبدأ بقى بأول ضلفة. السلام عليكم يا جماعة، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم، يا رب يكون شهر مبارك عليكم وعلى كل الناس. النهاردة قررنا هنوريكم الشقة بتاعتنا كلها، كمان هنجاوب على بعض الأسئلة اللي انتوا سألتوها لنا. هنرجع الهند امتى، ومامتي فين، فين حماتي صحيح، وليه مش عارفين نرجع الهند لغاية دلوقتي. كل ده هنجاوبكم في فيديو النهارده، فيلا بينا. يلا بقى خطوة عزيزة، خطوة عزيزة يا جماعة. اتفضلوا اتفضلوا. النهارده هنعمل لكم الجوله اللي وعدناكم بيها من سنه فاتت كده، بس لسه مخلصين فتش او ما خلصناش برضو لسه، بس هنقول خلصنا كده بيني وبينكم، علشان احنا مهما قعدنا نفرش مش هنخلص تقريبا. فقلنا بقى نوريكم الجوله واهو برضو تاخدوا افكار، عشان احنا فرشناها على قد الميزانيه، صغيره خالص خالص. اول حاجه بقى دي اوضه السفره. احنا حاطين مفرش رمضان اهو، احنا حطينا ديكورات رمضان يعني خلاص يا جماعه. هي كانت 6 كراسي وحطينا كرسيين جوه، والاربعه دول كفايه هنا، لان احنا كده كده ما بنستخدمش السفره كتير. شايفين بقى ده بتاع برضو بتاع طبخ، بس انا حاطاه كده على السفره شكله حلو. وحاطين عليه بقى الفازه وكده. فاحنا بقى عشان نعمل فيديوهات الطبخ كان لازم نعمل خلفيه وراها حلوه. شويه هدايا جاتلي، يعني مثلا دي هديه من صاحبتي، دي هديه من اختي، دي هديه من ماما، يعني في هدايا متنوعه، ودي من سبوع جنات. في بقى المفرش ده كان بتاع جدتي الله يرحمها، كنت جايباه لها من الهند من اول مره رحت هناك في 2014. في اللوحه الفنيه الاولاليه، وده بقى فانوس رمضان اهو يا جماعه اللي اشتريناه في الفيديو اللي فات اهو. في وحدة اضاءة قوية قوي هنا وحلوة قوي، بتعمل شكل رهيب في الليل. هوريكم بالليل منظر ازاي. ايوه هنوريكم بالليل، وهنفتح لكم كل الاضاءة وكده. الاوضة دي واسعة قوي، فهو كان عايز يقسمها، فما كناش عارفين يعني نقسمها بايه. فلقى مش عارفه اسمه ايه، برافون ولا ايه، تقريبا اسمه برافون. عجبنا منظر الخشب كده، يعني احنا بنحب منظر الخشب الطبيعي قوي. وبعدين بقى ندخل في المرحله التانية، وهي الريسبشن ده يا جماعه كان المفروض ان هو 3 قطع، يعني كنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسي. فقلنا هنقسمه، الكنبه الكبيره والكرسي خليناهم هنا، والكنبه الصغيره دخلناها جوه. ده بقى الترابيزه الشقيه دي كنا واخدينها هديه مع الطقم. عجبتنا ليه؟ عشان كل ما مثلا حد مثلا بيقعد وعايز مثلا نجيب شاي، فبنقدر ان احنا نقسمها كده. حطينا بقى الزرعه دي في النص، ما تسالونيش ليه، بس يعني حسينا كده شكلها حلو. في هنا اكسسوارات جايه مع المرجيحه، في بيبي هنا جاي مع المرجيحه دي. ازيك يا جنات؟ طبعا لما شلنا الكنبه الصغيره بقى في مكانها فاضي، فاحنا كنا عايزين نملاه بحاجه كان نفسنا برضو فيها، وهي المرجيحه. وكنا فاكرين ان احنا هنقعد عليها، بس هي الجنات يعني محتلاها طول الوقت، بتاعتها خلاص بقت بتاعتها. البيت ده كله 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 انا وافضل منقينه حته حته، يعني كل حاجه احنا منقينها مع بعض. نيجي بقى للحته دي، افضل هو موصل كل الكهرباء وكده، وهوريكم بالليل دول بينوروا كده، وكل حاجه بتنور بيبقى شكلها فظيع، بيبقى شكلها حلو قوي. بصوا بقى اللمبه دي اقدر اتحكم بيها من الموبايل عادي، يعني ممكن اقفلها من الموبايل كده، بصوا، او افتحها من الموبايل. دي اسمها سمارت بولب او لمبه ذكيه. ممكن اغير اللون، اي لون انا عايزاه. ده لون اورنج، ده لون اخضر، ده لون ازرق، واو بصوا بقى بينك، اي لون انا عايزاه. كنا جايبينها من الهند برضه. الرفوف نفسها معموله من ملل سرير، راح اشترى ملل سرير وحطها كده رفوف، يعني عملنا بيها رفوف كتير قوي بسعر كويس. الخشبه اللي تحت اللي هو اوريهم، انا علق عليها حاجات، شيليها واوريهم. بصوا بقى دي عصايه مقشه، بصوا دي عصايه مقشه، وافضل انا محطها. ومفروض ان احنا ايه
هنعلق عليها حاجات ولا من شاف ولا من داري، محدش عارف. ها، وده طبعا الفانوس بتاع رمضان برضو اللي جبناه، وده كمان الفانوس الكبير اللي جبناه، وهنخليه برضو ينور بالليل كده، بيبقى شكله حلو قوي. بعدين بصوا بقى يا جماعه جبت ايه، جبت مرايه البلوجرز علشان انا قررت خلاص ابقى فاشونيستا. يا الموضه سلام. بتاعتي انت احلى والستايلات. فاشونيستا بقى. ربنا يخليك، ربنا يطول لي. توريهم فاشن بتاعك. فجبت بقى اسدالات رمضان. بصوا بقى، لا عايزين تعرفوا الاسدالات دي انا جايباها منين؟ تابعوني بقى على الانستجرام، هحط لكم اللينك تحت، وهقول لكم يعني لو عايزين تسالوا اي حاجه. وطبعا بعد الفاشونيستا والستايل لازم نخش المطبخ. ده المطبخ حيث يحدث كل الاثاره والاكشن، ده ليه جوله لوحده هعملها لكم بقى في اخر الفيديو، فخليكم عشان المطبخ ده صغير بس يحير يعني. يلا بقى بينا ندخل على جوه معايا اوريكم الليفينج روم والمكان اللي بنقضي فيه كل حياتنا تقريبا. اهلا بيكم بقى في اوضه الليفينج. اتفضلوا أيوة بقى، اتفضلوا. وريني. دي الاوضه اللي بنقعد فيها طول الوقت. ده التلفزيون اهو، وده المفرش عشان احنا عاده بناكل برضو هنا، بنفرش بقى المفرش ده كده على الارض. وده فانوس ماما كانت جايباه لجنات برضو. وبعدين بقى نيجي هنا في ده الجزء بتاع الجنات، بقيت اسيبها على الارض عشان بخاف احطها فوق او كده. دخلنا الكنبه بقى اللي هي كانت بره، دخلناها جوه كأن الانتريه فرش على ايوه اوضتين. احنا قاعدين هنا وبنفرج تلفزيون. ده المكتب بتاعي. جبت بقى مكنه خياطه. يعني نفسي، ده كانت واحده من احلام حياتي ان انا اتعلم الخياطه. ده بقى مكتب بتاعي، انا اشتغلت ده طول بقى الوقت المكتب بتاع هنا، أبو. وده لابتوب بتاعي. احنا بشتغل بقى فيديوهات يوتيوب وحاجات دي، انا قاعد هنا طول الوقت. وكمان في المايك الحلو ده. ايوه بقى، عايزين نقول لكم مايك ده جايبين من الهند بقى، ده حاجة رهيب جدا، بعمل صوت بروفيشنال جدا. في هنا لوحة الأعمال الشيقة. وده بلانينجز وحاجات دي احنا بنعمل كده، عايزين هنكتب حاجات مهمة هنا. بصوا يعني السبورة دي ساعدتنا جدا ننظم وقتنا. مثلا عندنا ميتنج معين، عندنا وقت معين لازم افتكره اكتبه هنا عشان ما ننساش. ده زي جدول الصلاة، مثلا بنصلي الفجر مثلا، فانا بعلم احمر كده، وهو بقى لما يصلي مثلا يعلم كده. غير ان احنا ان شاء الله يكون عندنا بيت تاني في الهند. ده سبب من الاسباب ان احنا مش هنعرف نفرش فرش غالي قوي، ان احنا لازم كمان هنفرش شقة في الهند، فميزانيتنا محدودة جدا. تعالوا بقى معايا المطبخ عشان الفطار قرب وانا عمالة ارغي، ومفروض احضر الفطار معاكم دلوقتي. يلا. ودي اوضه النوم بقى، مش هقدر اوريها لكم الحقيقه علشان انا مسميها اوضه القرار عشان مخبيه الكراكيب هنا. وده الحمام مش مهم يعني. فيلا بينا نشوف المطبخ بقى. اهلا بيكم في مطبخي الصغنون. عايزه اوريكم بقى الحاجات اللي عندي هنا في المطبخ، والدواليب دي فيها اسرار ايه وكده، اسرار من الهند. وافضل حط لي رف هنا برضو عشان احنا حاطين رف في كل مكان. ايوه بس ده رف ده شكله حلو صح يا جماعه؟ ده حلو وكمان حطيت عليه التوابل اللي انا بستخدمها طول الوقت. في بقى توابل تانية يعني، انا هفتح لكم كل التوابل بتاعتي. وهنا الزيت وهنا الخل والصويا صوص. نبدأ بقى بأول ضلفة، يعتبر خزين برضو يعني. بصوا بقى، دي حاجات بستخدمها طول الوقت، ورق اللورة وعواد القرفة والفلفل الحراق اللي هو ايه المجفف ده. وعندي هنا قرنفل، عندي كسكسي، عندي مخلل مانجا من الهند. بصوا يعني في ده بهارات تندوري، دي كزبرة مطحونة من الهند برضو. يعني الحاجات اللي هي الأساسية اللي أنا بستخدمها طول الوقت برضو. دي الضرفة دي خلصت. بعديها بقى هنا في صندوق بهاراتي، ده فيه البهارات اللي أنا بستخدمها برضو طول الوقت، يعني شطة، كركم، جرم مسلة، في عندي هنا حبهان، في عندي هنا كمون حب، ده بستخدمه في كل حاجة يعني. دي بقى مثلا حبوب خردل برضو من الهند، عندهم حبوب الخردل مختلفة لونها اسود.
كل البهارات عندي من الهند يعني. اعتقد ودي اغلى حاجه في البيت تعتبر البهارات يعني. اعتقد لو حرامي دخل عندنا هيقولوا هما فاتحين عطاره ولا ايه فلفل حب، في حبهان، في ينسون نجمة، ده كله بيستخدم في الأكل الهندي. ده بقى برضو كركم، الكركم في كل الأكل حرفيا. ملح وكمون، كمون بقى مطحون. وده كمون اسمه شاجيرة أو كمون ملوكي. كمون ملوكي أفضل بيقولي. بصوا ده كمون نوع تاني. ده بقى برضو ضرفة خزين. في هنا انواع عدس مش موجودة هنا في مصر يعني. ده العدس بتاعنا الاصفر العادي. ده بقى عدس اسمه مونج دال، في منه مقشر وبقشره. ده اسمه اوراد دال، ده برضو عدس هندي. برضو حتى الشاي اللي عندي شاي نوع هندي ونوع مصري يعني. شاي هندي وشاي مصري، عدس مصري وعدس هندي كل حاجة في منها الاتنين. دي برضو حاجة اسمها بوها. استنوا هوريكم اصلا حماتي جابت لي ايه من الهند يعني، خزين رمضان. بسم الله. دي بقى شنطة جايالي من الهند. بصوا طبعا حبان يعني، اللي هو الكمون اللي قلتلكوا عليه ده، اللي هو الكمون الملوكي. دي برضو بذور الخردل. ده بقى العدس اللي بقولكوا اسمه اوراد دال، ده عدس ابيض. وده مونج دال. بص ده بقى حاجة اسمها كاسوري ميتي. دي عبارة عن اوراق الحلبة يعني، نبتة الحلبة. احنا عندنا بذور الحلبة، هما بقى بياخدوا اوراق الحلبة ويعملوها مجففة كده، وبتعمل طعم رهيب رهيب في الاكل. دي بقى حاجة اسمها سابودانا. بصوا انا مخزناها كبيرة ازاي. بصوا دي بقى بنحطها، بننقعها في مية، وبعدين بنعمل بيها بقى فطار، بنعمل بيها حاجات مقليات كده تحفة تحفة، طعمها انا بحبه. وده بوها. ده بقى زي برضو السابودانا اهو. ده عندي منه جبت تاني. بنعمل بيه بقى فطار يجنن. هو عبارة عن رقائق رز. بالنسبة للحلو بعتلي جلاب جامون، ده اسمه تور دال. ده برضو نوع عدس يعني. بصوا انواع العدس دي 3 انواع مختلفة. ده بقى شطة كشميري، بتعمل لون احمر قوي في الاكل، بس ما بتشطهوش قوي يعني، ما بتخلوش مشطشط قوي، فبستخدمها برضو. ده بقى بهارات اسمها شط مسلة. دي بهارات يعني ايه، بنحطها على اي حاجة تقلب هندي. بحطها على اي حاجة تقلبها اكل هندي. ده بقى ايه، طبعا حبيب الكل الكركم. تندوري مسلة، بهارات تندوري. انا عندي بهارات تندوري تكفيني سنين ضوئية ماشي. بس كده بقى دلوقتي هحضر معاكم لحمة مفرومة، هتبلها معاكم وشوفوا بقى طريقتي في اللحمة المفرومة، وبعدين بقى نقعد نتكلم مع بعض ليه احنا لسه مرجعناش الهند. بصوا دي لحمة مفرومة، شوية ملح، بهاراتي شطة بقى. دي بقى جرم مسلة، فهحطها معلقتين كده توم مفروم ماشي، ومعاهم شوية جنزبيل، ومعاهم قرن فلفل حامي، بس مش كل ده، هاخد نصه بس. بصوا يا جماعة الخلاط ده يعني ما تمنهوش لألد أعدائي بجد. خلاط بجد سيء جدا. بصوا بقى احطهم، مفروض ان هي تبقى مخلوطة على الاخر يعني، بس الخلاط ده عمره يعني ما بيفرحني. احط عليهم بقى شوية كزبرة خضراء، كوباية زبادي على الخليط ده. ساعات بحط المكون بتاعي السري جدا جدا، وهو شطة حمراء من كشمير، بتعمل لون احمر جدا جدا. ده بقى اسيبه شوية في التلاجة ياخد التتبيلة بتاعته كده يعني. ممكن اسيبه ساعتين، ممكن نص ساعة لو مستعجلة. شايفين الحلاوة وريحته بتبقى خطيرة خطيرة خطيرة. كده خلصنا، سهلة جدا. وبعدين بقى بحطها تستوي مع البصل وكده، نفس طريقة العصاج بتاعنا العادي، وبتبقى تحفة بقى. بحطها على مكرونة بشاميل، بحطها على اي حاجة تطلع طعم رهيب. ماشي يا جماعة، دلوقتي هنقول لكم الأسئلة بتاعتكم. مامتي فين؟ واحنا هنروح الهند امتى؟ حماتي سافرت بعد اسبوع على طول، ما لحقناش نصور للاسف، بس احنا هنصور اكيد لما احنا هنروح الهند. السؤال التاني هنروح الهند امتى؟
احنا كنا هنسافر في رمضان اصلا، بس بسبب بسبب الأوراق الجنات احنا لسه ما خلصناش عشان الأوراق بتاعت جنات كتير قوي. يعني طبعا هنصور فيديوهات رمضانية في مصر كتير جاية ان شاء الله، وبعدين لما نسافر الهند هنصور تاني، وهتوحشونا بقى لغاية لما نشوفكم الفيديو اللي جاي. ومع السلامة. مع السلامة.